أنهي أحسن للطفل بجانب لبن الأم؟ لبن البقر ولا اللبن المدعم؟ لبن البقر فيه 3 من 100 مللي جرام من الحديد، اللبن المدعم فيه من 8 من 10 ل 1.2 من 10 مللي جرام من الحديد علشان تجنب الأنيميا. لبن البقر فيه حوالي 3.3 من 10 جرام بروتين، وده أعلى من مقدرة الكلى في الطفل ده على التخلص منه. اللبن المدعم فيه من 1.4 من 10 ل 1.8 من 10 جرام بروتين علشان يكون خفيف على الكلى علشان تقدر تتخلص منه بسهولة. لبن البقر فيه حوالي 120 مللي جرام كالسيوم، لكن اللبن المدعم فيه حوالي من 40 ل 80 مللي جرام كالسيوم، وده المناسب لأمعاء الطفل ده للامتصاص وكمان للكلى للتخلص منه. لبن البقر فيه أقل من وحدة دولية واحدة من فيتامين دي. اللبن المدعم فيه حوالي من 40 ل 70 وحدة دولية من فيتامين دي اللي بيساعد على المناعة وتكوين العظام. لبن البقر ما فيهوش فيتامين سي. اللبن المدعم فيه حوالي من 8 ل 10 مللي جرام من فيتامين سي، وده اللي بيساعد في المناعة وكمان في امتصاص الحديد. الخلاصة الأطفال الأقل من سنة لو حابة تدخلي لهم لبن تاني غير لبن الأم فالأفضل إن هو يكون لبن مدعم، لأنه ده أحسن على الطفل من لبن البقر. أما بعد السنة فممكن الأم تدخل لبن البقر كمصدر إضافي للبروتين والكالسيوم للطفل. دمتم دايما في أفضل صحة وحال.